السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتي يوميات عادل المعاشات. هنبتدي الجولة التانية النهاردة من محطة الطريق الدائري. دي الطريق الدائري بعد القومية ومبابة. يعتبر بعديها آخر محطة اللي هي محور رود الفرج في الخط المترو الثالث، خط الثالث لمترو الأنفاق. دي الدائري أهو من فوق، احنا مصورينه لكم. دي النازلة، دي نازلة بتنزل على القومية اللي جاية من الهرم أو المريوطية. ماشي كده، هنركب المترو يا جماعة، مصوره لكم اهو كده ماشي. دي يعتبر مساكن شعبية في امبابة من فوق، يعني هو كده المترو ماشي من فوق، المترو ماشي من فوق شارع القومية العربية. هيمشي محطة محطة، نشوف هيوصل لغاية فين. كده من طريق الدائري المحطة اللي وراها محطة القومية، بعد كده محطة البوهي، بعد كده محطة امبابة. خط مترو خط مترو الأنفاق، خط الثالث اللي هو الجديد، اللي هو الكمل يعني. خط مترو رود محور رود الفرج اخره الهاج ستيب ومحطة عدلي منصور، وصلنا لكم امبارح. وتباعا كده هنقول لكم على المحطات والمعالم بتاعت المدن نفسها، معالم المحطات نفسها. ننزل المحطة نتصور فيها، وننزل تحت المحطة نشوف المعالم اللي حواليها ايه والمنطقة اللي حواليها ايه. خليكم متابعين معايا، هنشوف في المحطة اللي جاية اهي. دي يا جماعة كده البوهي القومية، اه القومية اللي جاية. قومية والدائري، فهي محطة واحدة، قومية وراها الدائري. نقدم الدائري هنروح القومية كده. طبعا في قطر تاني قدامه، دي محطة القومية. القومية دي في امبابة يا جماعة، في نص شارع القومية العربية في امبابة. قدامي كده من القومية وهنرجع على الدائري. دي مساكن الشعبية زي ما انتم شايفين. المترو كده ماشي من فوق، معلق من فوق، مش على الأرض ولا على ولا تحت الأنفاق. كده ماشي موازي للشارع على طول اهو زي ما انتم شايفين. المساكن الشعبية كلها ساكن أهالي، فيها غاية حمام اهو زي ما انتم شايفين. مناظر مش حلوة أوي، لكن برضك يعني ايه، تغيير يعني. ركوب المترو هنا يا جماعة متعة شوية، عشان جميل جدا ونضيف جدا. اهو كده دخلنا على محطة الطريق الدائري اللي هي آخر محطة قبل الأخيرة. اهو رينج رود، محطة الطريق الدائري اهو. هوريها لكم من جوه المحطة وأجواءها، والمترو بيجي من فين ويجي من فين. طبعا التصوير ساعات بيبقى فيه شمس ضاربة في الكاميرا شوية. اهو المحطة فاضية عشان لسه المكان جديد يا جماعة، يعني مفتوح في أول يوم في السنة الجديدة، بقاله 15 يوم، يعني يعتبر حوالي 20 يوم تقريبا. اهو ده المترو، ده اللي جاي من عدلي منصور. هناخد احنا المترو
اللي رايح عادل منصور من الطريق الدائري. عادل منصور بقى قلت لكم على المحطات بقى. شوفوا الخريطة اللي قبل كده اللي عاملها لكم تعرفوا. مترو جميل جدا ونضيف. حاجة رائعة. حاجة رائعة جدا يعني. حاجة فيها حضارة جامدة. حضارة اسمها مصر اهو. مكان جميل ونضيف، يا ريت كلنا نحافظ عليه. حاجة تشرفنا. من أجمل الحاجات المعالم موجودة في إمبابة يعتبر. الحاجات المهمة. بردك يومين كده هننزل محطة ننزل محطة قومين نشوف المعالم اللي فيها، وننزل محطة البوهي. بعد كده إمبابة ونشوف قريبة من إيه. نشوف صور لكم الحاجات والأجواء اللي حواليها وأقرب مكان ليها إيه. محطة جميلة جدا. فيها حراسة حلوة. فيها أمن. فيها كراسي جميلة جدا. المكان هنا مشمس وجميل جدا زي ما انتم شايفين. هنا منظر بانوراما بيطل على الطريق الدائري والعربيات. وإلى اللقاء في حلقة جديدة نوريكم أحدث حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.